مساء الخير عليكم، مرحبا بكم من جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. رجعت لكم في فيديو جديد اللي هو عبارة عن بعض التحضيرات الخاصة لشهر رمضان اللي نتمنى من ربي يوصلنا ليه ان شاء الله ويدخلوا علينا بالصحة والعافية. هذه التحضيرات توفر على المرأة المجهود والوقت، خصوصا المرأة العاملة او المرأة اللي عندها اطفال أو عندها عزومات بزاف تعرض العائلة للمنزل. أول حاجة راح نبدأ بها هي صلصة الطماطم الخاصة بالبيتزا والمملحات. لازم نخير طماطم تكون في حالة جيدة، تكون حمراء باش الصوص تاعنا تجي مليحة. راح نحتاج في هذه الوصفة طماطم، بصل، كما راكم تشوفوا هنايا راح ندير فيها البيتراف والثوم، زعترة والرند والتوابل حسب الرغبة. بعد ما نكون غسلنا الطماطم تاعنا نقطعوها الى انصاف كما راكم تلاحظوا في الفيديو، بلا ما نقشرها، واللي حابه تقشرها فلك حريه الاختيار. ننتقل كذلك الى البصل، نقطعوه تقطيع عشوائي الى قطع صغيره، ما يهمش تقطيع لانه كلش رايح يترحى. نحطو كلش في المرميطه تاعنا، نضيفو 6 ملاعق تاع الزيت والملح ونغطيها بدون ما نضيف الماء، ونحطها بلا ما نضيف الماء. السر وراء إضافة البيتراف أنه يعطي لون مليح للصلصة. كذلك فيه السكر، فراح نستغناو عن إضافة السكر في الصلصة تاعنا. نحطوها فوق النار لمدة ساعة ونقلبوها مرة على مرة. إذا شفنا أنه نشفت من الماء نضيف لها الماء. بعد مرور ساعة ونتأكدوا أنه الخضروات تاعنا طابوا، نرحي الصلصة وهي سخونة باش تنطحن لي مليح بالبرة. شوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها. الآن نحكمو السيليكون اللي يكون متوفر عندك. أنا اخترت هذا الأنواع لأنهم كبار، ونفرغ هذيك لاصوص في السيليكون، نعمرهم كامل وندخلهم للمجمد. كما راكم تشوفوا عمرت ثلاثة سيليكونات، خليتهم ليلة كاملة باش نتأكد باللي جمدوا مليح، ونحيهم بكل سهولة من السيليكون. من بعد نحطهم في أكياس الخاصة بالتجميد، باش هكذا نحب ندير مملحات في رمضان. نجبد قيس ما نحتاج، ونحط لاصوص كامل في كيس واحد. الآن ننتقل إلى العجينة المورقة. من الأحسن أنك تخدمي بنفسك وتحطيها في المجمد كل ما تحتاجي تجبديه. راح نعطيكم وصفة سهلة وناجحة في نفس الوقت. راح نحتاجو كيلو تاع فرينة، كاس شاي زيت، قرصة تاع ملح، ونلم بالماء. نخلط الزيت مع الفرينة، يعني الفيديو راهو يشرح في نفسه. نذوب بالملح بالماء، من بعد نبدا نلم في العجينه تاعي. والعجينه ما ديروهاش طريه لانه راح نزيدو فيها زبده التوريق، فراح تزيد تطرى. نديروها ناشفه نوعا ما. وهذا هو قوام العجينه. الان نغلفها بكيس بلاستيكي ونحطها في الثلاجة مدة ربع ساعة حتى 20 دقيقة، ونعاود نرجع ليها. في هذه الأثناء ننتقل إلى مارغرين التوريق، نحطوها فوق ورق الطبخ عفوا، ونبدأ نضرب فيها بالحلال بهذه الطريقة. بهذه الطريقة راح تجينا الخدمة سهلة كما راكم تلاحظوا. الآن نعاود نطويها ونكرر نفس العملية لمدة 4 مرات. نفتح العجينة تاعي، نرش شوية فرينة باش تجيني الخدمة سهلة. ما راحش نستعمل مايزينا، راح نستعمل فقط الفرينة، ونحط مارغرين التوريق في الوسط ونغلق عليها. نحاول نغلق عليها مليح، ونعاود نفتح العجينة تاعي، ثم نعاود نطويها وندخلها للثلاجة لمدة نصف ساعة باش نعاود نرجع ليها.
بعد ما تريح العجينة تاعي في الثلاجة لمدة نصف ساعة نعاود نخرجها ونعاود نفتحها، نرش الفرينة باش تجيني الخدمة سهلة، ونكرر العملية مرتين فقط والعجينة المورقة راهي جاهزة. كما راكم تلاحظوا في الفيديو طويتها للمرة الثانية ونعاود نحلها المرة الثالثة. وهذه هي النتيجة البنات، نتيجة روعة، صدقوني المملحات تاعها يجوا مورقين روعة وسهلة، ما تديش الوقت يا ربي، تدي ساعة تاع العمل. وشوفوا التوريق راهي تحكي بلا ما نحكي لها انا. الان نقسموها الى قطع، نغلفوهم بكيس بلاستيكي او بابي ترانسبارون ونحطها في المجمد. كل ما نسحق نجبد قطعة. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم هذه الفكرة وان شاء الله تطبقوها. الآن ننتقل إلى الفكرة الثالثة وهي الجلبانة. كما تعرفون رانا في وقت الجلبانة وراح تقريبا الأطباق جميعا راح نطيبوها بالجلبانة. فأنا شريت كمية من الجلبانة، نقيتها، غسلتها، خليتها حتى تنشف ودرتها في الأكياس هذو تاع السكر. انتيا وحسب العائلة إذا كانت صغيرة أو كبيرة شحال تحتاجي، شحال تعمري في الساشي، تحطيهم في المجمد وتحطيهم في كيس الخاص بالتجميد. وكل ما تسحقي تجبدي ساشي من هذو الساشيات احسن من انك كل مرة تنقي جلبانة. جبت لكم اليوم واحدة النوعية تاع الفرماج الخاص بالبيتزا والمملحات، اسمه القدس، يعني الروعة. وتشري تيبانة كبيرة ب40,000، حتى السعر تاعو خيالي. وبما انه نستعملوا الاجبان بزاف في رمضان فجبت لكم طريقه انك تسكرفجيه بهذه الطريقه، تسكرفجي تيبانه تاعك كامل وتحطيها في هذا الاكياس تاع السكر، لانه نستعملوه بزاف في رمضان، في المملحات، في البيتزا، في البوراك، في الكراتا. فهذه الطريقه راح تسهل عليك العمل. هنا بدلت سكرفاج، درت واحد سكرفجته رقيق وواحد سكرفجته خشين. هذا الخشين للكراتا كامل. جربوه البنات والله ما تندموا عليه. حطوه في الاكياس. هذا خلوه في الثلاجة من تحت عادي، ما تكونجلوش، لانه فرماج تاع البيتزا اذا كونجليتيه راح يفسد. الفكرة الخامسة هي لا شابلور. نحط الخبز تاعي في باسينة، خليه نغطيه، خليه لمدة 3 أيام أو 4 أيام كي يبس تماما. نقطعه إلى قطع صغيرة كما راكم تشوفوا في الفيديو، نحطه في الميكسور ونميكسيه بلا ما تكسري راسك. بس شفت ناس يسكرفجوه بالسكرفاج. بعد ما تميكسيه بالميكسور ديريه في البوسيار، في الخراج تاع الطعام، وصيريه. هذاك الرطوب يهبط لتحت، والخشين هذاك عاودي طحنيه في الميكسور. ومن بعد ديريه